في حاجه يعني بعض الكواليس اللي بتطلع من الاجهزه الفنيه او اللعيبه، هم اللي بيطلعوا الكلام دوت. ان عماد متعب غاب الاسبوع اللي فات 5 مرات بسبب خضوع الحقن مرتين في الركبه، ان هو خد حقن. لكن المصادر بتقول ان عماد متعب لم يتم حقنه نهائيا، وهو تغيب عن التدريبات. في كلام كتير حوالين عماد متعب الفتره الاخيره ديت، خصوصا هو بيخرج من التشكيل، من قائمه المباريات وكده. اعتقد ان استمرار عماد متعب مع النادي الاهلي في ظل الظروف الحاليه ديت اصبح امر صعب. في حلقه مفقوده ما بين عماد متعب والجهاز الفني واداره النادي الاهلي. ما نعرفش قرار عماد متعب في النهايه، هو اللي ياخد قرار، وما نقدرش نقول هو يعتزل او ما يعتزلش، هو اللي يقدر يحدد القرار في النهائي اي وقت بتاعه. يا جماعه، في اي وقت بيجيب اجوان وفي اي وقت. بس هو يبقى التاكيد يا وهو دكتور وعماد متعب يعني يعني قيمه كبيره، واتمنى ان كابتن حسام بدري واداره النادي الاهلي تعاملوا بطريقه مختلفه شويه يعني. بس هو في كلام ان الكابتن حسام البدري اخطر مجلس الاداره ان هو مش عاوز متعب يستمر في الموسم القادم. ما اعتقدش الكابتن حسام